طيبين. طبعا من خلال هذا الفيديو بحب أوجه رسالتين. الرسالة الأولى للنظام الدولي، والرسالة الثانية لباقي أطياف الشعب السوري. طبعا اثنيناتين نفس النتيجة. طبعا من نهارين أنا صورت مقطع فيديو لأسرى لعميد ولابنه الوحيد مساعد، ولصهره مساعد، ولابن ضيعته مساعد. تمام؟ عاملناهم بكل أخلاق راقية وبكل احترام وفقا لتعاليم ديننا بالدرجة الأولى اللي كانوا مخوفين العالم كلياتهم فيه، ووفقا لأخلاقنا الثورية بالدرجة الثانية. تمام؟ واحتراما لتضحيات شبابنا، ما قمنا بالإساءة لحد مشان ما نمسك سمعة الثورة وننشمل بالهمجية وبالرعراع وبالبربرية اللي هن امتهنوها أزلام النظام البائد، أزلام المخلوع بشار الأسد. طبعا بتفاجأ بمنظمة توثيق الجرائم عم تتواصل معي بخصوص هذا الفيديو، وإنه صار الفيديو عنده. نداءنا أو رسالتنا لمحكمة الجنايات الدولية ولمحكمة العدل الدولية وللقائمين على منظمات حقوق الإنسان والعهدين الدوليين لحقوق الإنسان وشرط حقوق الإنسان، وين كنتوا كلياتكم بما فيهم مركز توثيق جرائم الحرب؟ وين كنتوا وقت النظام من صيحة الله أكبر وانطلاقة المظاهرات ضد المخلوع بشار الأسد وارتكاب أبشع المجازر بحق الشعب السوري من كافة مكوناته، بالأخص المكون السني؟ وين كنتوا أنتوا؟ ليش ما شرطوا الجرائم اللي ارتكبها بحق المعتقلين؟ ليش ما شرطوا التمثيل بالجثث والتمثيل بالطيبين؟ وهن طيبين كانوا يمثلوا بأجساد المعتقلين والمعتقلات، ليش ما شفتوها؟ ولا بتنظروا بمنظار مغلق؟ بكل الأحوال نحن كنا قادرين ناخذ حقنا بإيدنا. إذا بدنا نعاملهم وفق عقيدتهم وفق أخلاقهم الإرهابية للي ارتكبوا فينا أبشع المجازر. ما خلوا طفل ولا امرأة ولا شاب ولا كاهن ولا عجوز إلا أجرموا فيه أشد الإجرام. أصلا ما كنتوا تستهدفوا أو ما كانوا يستهدفوا غير المدنيين والمدارس والأسواق والمشافي، هدول اللي كانوا يستخدمون. ورغم كل هالشيء نحن ما عاملناهم بنفس الأخلاق، لأنه ديننا اللي بيخافوا منه هو اللي حمالهم أموالهم، هو حمالهم أعراضهم، هو اللي حمالهم ممتلكاتهم، وهو اللي حافظهم على أرواحهم. نحن لو بدنا نعاملهم بنفس العقلية تبعهم وبنفس العقيدة تبعهم ترى ما خلينا منهم حبيحة. لا تفتكروا إنه قلبنا طيب، نحن قلبنا ما طيب أبدا. وجرحنا ما بيندمل، جرحنا ما بيندمل غير ما نقاصص كل المجرمين من كل الطوائف والملل والأديان، سني وغير سني، يعني عن جانب. لأن أي مجرم بيبقى خارج أقفاص العدالة هو بيمثل خطر على الأمن والاستقرار بسوريا. تمام؟ لكن نحن ما ناخذ حقنا بإيدنا، ناخذ حقنا عن طريق مؤسسات الدولة وعن طريق القضاء وعن طريق وزارة العدل. الرسالة الثانية لباقي أطياف الشعب السوري وعلى رأسهم العلويين. انتوا شفتوا المعاملة اللي عملناكم إياها بجبال العلويين، بجبال الساحل. تمام؟ إذا بتجي أرقى دول العالم ما راح تعاملكم مثل المعاملة اللي عملناكم إياها. لا حدا يجي يفشخ عليكم ويقول لكم حضارة وتقدم ونحن احترام حقوق الإنسان وغيره وغيراته. لو كانوا داخلين بهدف احتلال أو استعمار أو غزو أي شيء لفعلوا فيكم أهم مما فعلوا المجرمين فينا نحن كثوار، كأهل ثورة وكحاضن ثورة. النقطة الثانية بالنسبة للي عم يحرقوا ممتلكاتهم كلياتهم، هدول منفذون النظام البائد. نحن نتحدى واحد ثوري يحرق بيت لإنسان ما بيعرفوا إذا هذا مجرم ولا غير مجرم. حتى للمجرمين نحن ما نحرق لهم أموالهم. نحن العوائلية اللي كانوا يوشوا علينا واللي أدوا إلى اعتقال واستشهاد عشرات الثوار وقادة الثورة ما حرقنا لهم بيوتهم ولا نهبنا لهم ممتلكاتهم ولا عفشنا لهم بيوتهم أبدا.
نحن بنرد بنأكد ديننا بالدرجة الأولى بيمنعنا من إنه ننزل لهالمستويات، وأخلاقنا بتمنعنا إنه ننزل لمستويات دنيا وضيعة، وثورتنا كمان بتملي علينا إنه ما نتصرف هيك تصرفات. لذلك اللي عم يقوموا بهيك أعمال هدول كلها من فلول النظام المخلوع بشار الأسد. وأنتوا وقت اللي بتشوفوا أي حدا عم يحرق مباشرة نطقوا مين كان يكون؟ أنتوا ببيوتكم، أنتوا بشوارعكم، ببيوتكم، بساحاتكم، بسياراتكم، بساحاتكم، بشوارعكم، بأسواقكم، وقتوا أي انتهاك وقدموا للأمن العام، والأمن العام بيقوم بالقصاص منه. نحن دولة قائمة على الحق وعلى العدل وعلى نصرة المظلومين. نحن ما قمنا مشان نتحكم فيكم مثل ما تحكمتوا فينا. نحن الدين هو اللي عم يحميكم، ولا يمكن انكم تعيشوا بدولة وبترتاحوا فيها قد ما بترتاحوا انه اذا ديننا نحن حماكم. نحن قال الرسول عليه السلام: من آذى لي ذميا فقد آذاني، او انما آذاني. والحادثة حادثة سيدنا عمر بن الخطاب الله يرضى عنه مع يهودي او مع ذمي مسيحي، وقت اللي شافه عم يتصور وما انتبه له هذا الذمي انه امير المؤمنين، شافه عن طريق الصدفه، فوقت اللي ساله عن حاجته سقط دم الذمي خجلا وحياء من سيدنا عمر الله يرضى عنه. فساله سيدنا عمر عن حاجته، قال له: والله يا امير المؤمنين انه واضح كذا وصرت يعني كبير بالسن وعم احاول انه قدر الامكان يعني اتسول الناس لقضاء حاجتي. فاخذوا سيدنا عمر وجروا من ايده شنقلوه يعني بالاحرى، واخذوا على بيت مال المسلمين، اعطاه اضعاف حاجته. هذا الاسلام. ما في قانون وضعي بالعالم كلياته بيحمي نسيج او اقليه مثل ما حمى الاسلام. وانتم جربتوا تجربتكم معنا، نحن جربنا تجربتكم معنا، كيف كنتوا تقصونا، كيف كنتوا تعاملونا، كيف سيطرتوا على مقدرات الدولة، كيف سيطرتوا على مؤسسات الدولة، على وزارات الدولة، على منشآت الدولة كلها. وشفتوا نحن حاليا كيف عم نعاملكم. فرسالتنا كونوا مطمئنين كتير، ولا تصدقوا بريء بينضام أو بريء تنتهك حرمته أو بريء بينظلم عنا بدولتنا الجديدة. لا صدقوا أي واحد بيعتدي عليكم مين كان يكون. إن شاء الله رئيس الجمهورية بتقدموا عليه عبر القضاء دعوة إنه رئيس الجمهورية أحمد الشرع انتهك حرمة بيتنا، أمر بقتلنا، أمر بسرقتنا، حتى لو كان رئيس الجمهورية. نحن بدولة جديدة، نحن بدولة جديدة مشان تقوم على الحق وعلى العدل وتستمر. لازم نطبق القانون، ولازم كل مجرم ينال عقابه عبر مؤسسات الدولة وعبر القضاء وعبر وزارة العدل. وبحيي الشعب السوري الحر وكل أحرار سوريا اللي ما تلطخت ايديهم بالدماء. وإن شاء الله الشعب السوري بيعيش عيشة الاستقرار وعيشة الرفاهية بالوضع الجديد بعد زوال المجرم بشار الأسد. وتحياتي لكل الشعب السوري، وفي مقدمتهم الثوار اللي ضحوا بأرواحهم وممتلكاتهم ودمائهم وأموالهم وأعراضهم في سبيل نصرة الحق، وفي سبيل أنه نعيش بدولة تحترم فيها كرامة الإنسان، وبيعبر كل إنسان عن رأيه بكل أريحية من دون خوف ومن دون أي إرهاب أو تضليل من قبل السلطات الأمنية. تحياتي للجميع.